محدودة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن قدراتنا اللامحدودة في الذات البشرية. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل حبايبي الحلوين، رب تكونوا بخير. الذات البشرية والقدرات اللامحدودة، كل واحدة فينا وكل واحد فينا وكل إنسان في الدنيا دي عنده قدرات لا محدودة داخله. لو وجهها التوجيهات الصحيحة هيبقى أحسن إنسان في الدنيا، مش هيبقى مفيش زيه. وخصوصا إنها بتمنع عننا الاكتئاب والإحباط. لو أنت عرفت مدى قدراتك اللامحدودة اللي هي موجودة داخلك وإزاي هتعرف توظفها، هتبقى إنسان لا يصاب بالاكتئاب ولا الإحباط، وهيبقى إنسان في منتهى السعادة. وبالذات لما تبقى القدرات دي أولها أو توجهاتها الأولية وهي القدرات الروحانية. دايما الإنسان لما بتبقى القدرات الروحانية عنده عالية، ربنا سبحانه وتعالى بيديله السعادة، لأن أنت كل طاقتك وذاتك متوظفة دلوقتي في إرضاء الله سبحانه وتعالى، وإن أنت تكون سعيد إن هو راضي عنك، وإن أنت بتكون موظف كل قدراتك الذاتية البشرية لإرضاء الله في كل أعمالك. وطبعا بتبتغي من الأعمال دي السعادة. أحكي لكم قصة جميلة قوي قوي. كان في ملك زمان، يعني سمع ان هو كان الملك ده كان تعيس قوي قوي وحزين في حياته وعايز يبقى سعيد. فقالوا له ده في واحد قاعد فوق في الجبل بس سعيد قوي قوي يا مولانا. فقال لهم طب ودوني للراجل ده، انا عايز اعرف هو سعيد ازاي. فراح للراجل ده ولقى سعيد قوي قوي ومبسوط. قال له انت قاعد هنا وقاعد في الجبل وما عندكش شغل وما عندكش املاك ولا عندك فلوس ولا حاجة، انت ازاي سعيد كده؟ فقال له انا عاوز القميص بتاعك ده البسه عشان ابقى سعيد زيك. قال له تمام يا مولانا، اتفضل خد القميص، ان شاء الله ربنا يساعدك. فالمهم الملك ده خد القميص ونزل وعايش في القصر بتاعه، ولكن أصيب بالتعاسة والحزن أكتر ما هو كان تعيس وحزين. فقال الله، طب إزاي أنا خدت القميص منه وهو إنسان سعيد؟ المفروض أما ألبس القميص بتاعه أبقى أنا كمان سعيد. راح واخد بعضه تاني وطالع الراجل ده، مع إن الراجل ده بعد ما اداله القميص بقى سعيد أكتر أضعاف مضاعفة من ما كان سعيد. يعني هو كان سعيد ومبسوط، أما الملك طلع له وخد منه القميص واداهوله برضا وبنفس صافية، قال له اتفضل. بقى سعيد اكتر، يعني ربنا اسعده اكتر. تمام. فهو طلع له قال له انت ازاي سعيد كده ومبسوط وانا خدت القميص منك ولبسته وبرضه فضلت تعيس وزادت التعاسة بتاعتي؟ طبعا لما طلع له قال له ان انا مش سعيد وخدت منك القميص، فين السعادة اللي انا كنت عاوزها؟ فالراجل البسيط ده رد عليه وقال له انت جيت طلبت مني سعادة خارجية، لكن انا عندي السعادة داخلية، الرضا وحب الله سبحانه وتعالى، هو ده اللي مالي قلبي وهو ده اللي مخليني سعيد. انت ما دورتش على اللي جواك الاول وجيت عشان تاخد مني السعادة من بره. فده اللي انا احب اوصله لك. فطبعا الملك اول ما عرف كده راح واخد بعضه طبعا ونزل بقى ورجع لربنا سبحانه وتعالى، ورجع يصلي وانتظم في الصلاة بتاعته وروحانيته عليت، وفعلا حصل على السعادة اللي هو كان بيدور عليها. فطبعا احنا زي ما سمعنا القصة دي نعرف كويس قوي قوي ان احنا عندنا قدرات ذاتية وعندنا طاقة روحية نقدر نوظفها في التقرب لله سبحانه وتعالى وننول السعادة بالتقرب لله. لان طول ما احنا قريبين من ربنا سبحانه وتعالى وبنتخلق بخلق الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، مش في الشكل بس، في كل حاجة، في الطباع وفي كل حاجة في الحياة، ده طبعا هيخلينا نحصل على السعادة اللي احنا محتاجينها. دي كانت قصة بسيطة قوي قوي عن موضوع السعادة.
عندك بعد كده طبعا احنا اتكلمنا دلوقتي عن القوة الروحية والذاتية وإسعاد النفس بالتقرب لله سبحانه وتعالى. عندك بعد كده الصحة برضو، صحتك وصحتنا كلنا لازم برضو كل واحد يخلي باله على صحته، يبعد عن ضغوطات الحياة، لأن كل ما بتضغطي وكل ما بيبقى عندك تراكمات كل ده ما بيأثر على الصحة. الأكل الكويس، الأكل الصحي، كل ده هيخليك تحافظي على صحة سليمة ما تعانيش منها بعد كده. ده برضو من أسباب السعادة اللي انت هتدخليها على نفسك. تمام كده. في عندك برضو العمل، لو انت بتشتغلي او انت عندك عمل وبتشتغلي فيه، في ناس كتيرة قوي بتشتغل وبتقيم نفسها من خلال العمل ده بطريقة ايه بقى؟ بتقولك ان احنا هنا بنشتغل بس مش بناخد اجرنا المفروض على الشغل اللي احنا بنشتغله، فما بيعملوش شغلهم على اكتر او اكبر قدر، بيدوا الشغل على قد الفلوس، وبيقعدوا بقى الباقي ايه ما يشتغلوش كويس، لان هي بتقولك احنا بنشتغل كويس وما بيتقلناش ان احنا بنشتغل كويس. فدي طبعا في القانون الالهي اصلا غلط. يعني انت بتشتغلي وبتاخدي راتب، فالمفروض ان انت تعملي شغلك ده على اكمل وجه علشان انت بتاخدي عليه فلوس. ما ينفعش ان انت تقيمي المواضيع كده، مش انت اللي هتقيميها، مش انت اللي هتقولي انا باخد حقي او ما باخدوش. انت خلاص كلفتي نفسك بعمل تعمليه بتاخدي اجرك عليه. ربنا سبحانه وتعالى بقى هو اللي هيحاسب اصحاب العمل دول، هل هم ادوكي حقك ولا قصروا فيه. هي بتيجي كده، ما ينفعش احنا نحكم على حاجة من الحاجات دي يا جماعة، ما ينفعش، بالذات في الحاجات اللي هي فيها عمل وفيها قبض وفيها فلوس هدخلها على بيتي وعلى ولادي، لازم اتحرى فيها الحلال والحرام. ما احكمش انا هل الفلوس دي انا واخداها استحقها او الناس اللي مدينها لي دول مقصرين فيها معايا. لا، انا ما احكمش على المواضيع دي، انا كلفت بعمل اعمله، ما عملتهوش اسيبه واروح لعمل تاني واخد طاقة ايجابية معايا في العمل اللي انا رايحاه تاني. مش هروح العمل التاني وانا معايا الطاقة السلبية اللي انا كنت فيها في العمل ده. على سبيل المثال ده هتذكر برضو حاجة من ضمن الحاجات اللي مرت عليا في حياتي. طبعا انا كنت بشتغل مدرسة، فكان في المدارس بيبقى فيه مجموعات وكده، فكان المدرسات بيقولوا للأولاد في الفصول اللي عاوز يدخل المجموعة ويأيدوا أسماء الأولاد في المجموعات وكده. فللأسف يعني طبعا أنا الحمد لله مش هقول مش بذكر أسماء ولا حاجة، فللأسف ما كانوش بينزلوا العدد المطلوب تحت. يعني المفروض في الإدارة الولاد اللي موجودين في المجموعة ينزلوا، فكنت بقول لهم انتم يعني تقولك لا احنا ما بننزلش العدد كله، لازم نخلي لنا 3 4 كده لينا. طب ليه يا ست الحاجة؟ تقولك ليه بقى؟ هم بيدونا حقنا في مرتباتنا، هم بيدونا حقنا في المجموعة، ما هم بياخدوا نص المجموعة بيدونا نصها، هم بيتعبوا زينا. فانا قلت لهم انا قلت لهم لا، انا اعترضت بصراحة، قلت لهم لا ده قانون وانت رضيتي بيه، والعقد شريعة المتعاقدين. ما انت لو انت مش موافقة كنت رفضتي وقلتي انا طلعوني من المجاميع، انا مش هدي مجاميع بالاسلوب ده او بالنسبة دي. يقولوا لا احنا هو ده بنعمل كده وخلاص وماشيين على كده من زمان. ده الكلام طبعا دوت بالنسبة لي، انا كنت لسه شغالة جديد في المدرسة وكانوا بيقولوا لي يعني على نظامهم وكده، بس طبعا انا اكتشفت النظام دوت من غير ما هم يقولوه، ولما لقوني اكتشفت ايه فقالوا يعني. فده في حد ذاته حرام، انت كده طبعا يعني تعتبر سرقة مقننة، يعني انت كده بتسرقي مرتبك. لا انت ما وافقتيش على الموضوع، كنت قلتي لا انا مش هدي مجموعات وخلاص. فاحنا هنا بنتكلم بقى في الموضوع ده اللي هي القدرات البشرية عند البني آدم، ازاي هو يقدر يوظفها عشان تسعده، ازاي هتقدري توظفيها عشان تسعدك. هل هتوظفيها صح ولا هتوظفيها غلط؟ هي طبعا لو اتوظفت غلط بتعود بالسلب على صاحبها، ولكن طول ما انت موظفاها صح بتعود عليكي بالإيجاب، بالسعادة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، بالسعادة عليكي وعلى بيتك وعلى حياتك وعلى جسمك وعلى شخصيتك. من ضمن الحاجات دي برضو الوقت، ربنا سبحانه وتعالى مدينا 1440 دقيقة في بنك الحياة بيديهم لنا كل يوم عشان هيحاسبنا عليهم. انت هتوظفيهم ازاي ال 1440 دقيقة؟
هل هتوظفيهم في مكانهم الصح؟ هل هتستغليهم صح؟ هل هتعملي في الوقت ده كله الأعمال اللي هي ربنا هيجازيكي عليها ويديك عليها ثواب، ولا هتفرطي فيها بقى وتهدريها زي ما هو في الشائع دلوقتي؟ ناس كتير قوي قوي بتضيع وقتها بدون ما تستفيد منه. ودي بقول لكم 1440 دقيقة ربنا بيوهبها لنا في بنك الحياة، اللي هو الحياة بتاعتك النهاردة. اليوم بتاعك ده اسمه بنك حياة، ربنا بيديكي فيه الوقت ده عشان هيحاسبك عليه. لو كل الناس عرفت ان الوقت ده هتتحاسب عليه، والله ما كان في حد ضيع دقيقة من غير ما يستغلها. حتى لو مش بتعملي حاجة، في ذكر الله، في قراءة القرآن، في حفظ آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فيا جماعة لازم نغير من أسلوب حياتنا ونبص للنفس البشرية بتاعتنا من جوه ونوظفها صح في كل اتجاه، علشان ده كله هيجلب لنا السعادة الروحية والسعادة الحياتية والسعادة الروحانية بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، لأنه هو اللي وهبنا الحياة دي كلها. وده كان موضوعنا النهارده، كنت حابه اتكلم معاكم فيه قوي قوي. ويا رب ما اكونش طولت عليكم. والله انا الموضوع دوت ممكن ياخد مني فيديوهات كتير قوي قوي اتكلم معاكم فيه، لاني بحب قوي قوي اتكلم عن الطاقه الروحيه والعلاقه بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. بس ان شاء الله هكمله معاكم في فيديوهات تانية. ويا رب ما اكونش تقيله على قلبكم، واكون خفيفه على قلبكم، وكون فيديوهاتي بتديكم اي معلومه او اي نصيحه تنفعني وتنفعكم في حياتنا ان شاء الله. بس اطلب منكم بقى لايك لرفع الفيديوهات، ودعم منكم بالاشتراك عشان القناه تعلى وتكبر بيكم. نوروني وتشرفوني، واتمنى اني ما اكونش تقيله على قلبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. اهم حاجه التعليق بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم إن شاء الله فيديو جديد. يلا السلام عليكم ورحمة الله.